كانتش يومك يا معلم. خلاص كده رحت مني. انا قلبي كان حاسس ان الدنيا مخبيه لنا حاجه. في يا بلبل انت جاي تكئبيني؟ والله ما اقصد، بس يعني مخدرات ومتلبس كده خلاص لبست. انا عايز اسمع كلام ايجابي. انا مش هسيبك، انا هقوم لك اكبر محامي. وانا ما اقدرش اعيش من غيرك يا بت. ما تقلقش، هي شهور العده هتخلص وهنرجع لبعض على طول. انا دورت على النت وعرفت ان احنا ممكن نتقابل جوه السجن، بس مره بقى كل 4 شهور، يعني 3 مرات في السنه، يعني 30 مره في ال10 سنين يا معلم. 30 مرة في ال10 سنين؟ ده مجهود شهر. هنعمل ايه؟ حبيبتي يا بلبلة. حبيبي يا معلم، انا هستناك من غير حاجه والله. أصيلة يا بت. والنسبة كام؟ 80-20. لا 20% كتير عليكم. 30-15. وال55 المتبقيين يروحوا فين يا اهبل؟ اسكت. احنا يا معلم 50-50. هقول لك 40-60 وهقبضكم بالدولار. لا خليها بالمصري، الدولار في النازل. طب ناخده دهب سبايك العيال صغيرة. احنا بالمصري 60-40 زي ما قلت، بس بشرط خير. الاكل عليك ماشي. والنقل، ماشي. الرجاله والتامين، ماشي. ومواد التصنيع. احنا 50-50 من الأول. حلو 50. مبروك. اتفضل. النبي ايه بالهدية، ما تحرجنيش ما تحرجنيش. خد طبعا. طلعت بني ادم يا عماد. حلو قوي. سيدة مكتوب عليها دي. ده رمز العصابة EMS. يعني ايه؟ إمعد، M مغازي، S سلطان. باينة. حلو قوي. حلو جدا. مبروك. ومبروك عليك. هم تيكا تيكا 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 هم. حجاج الوط التراب. اشوفكوا على خير يا رجالة. أحلى مسا يابا. نمت الكنبه تعبتك؟ وجع البدن مقدور عليه يا بلبلة. هانت يا معلم، كلها 2 شهر والعده تخلص ونتلم في بيتنا بقى ونترحم من المرمطه بتاعت الكافيهات والمطاعم. كل حاجة هتحصل في أوانها. انت مش عايزة حاجة؟ انت رايح فين؟ أروح أشوف أخويا. هو انت مش كنت نويت على التوبه؟ مش عارف. ما كنتش متصور ان احنا هنوصل للتقنية ديت. العلم برضه عليه عامل. انت كنت فين من زمان يا سلطان؟ كل حاجه بتيجي في اوانها يا معلم مغازي. ونعم بالله يا حبيبي، ونعم بالله. انت رايح فين؟ اقف مكانك. سيبوه. لا معلم. انت كنت عارف اني هخرج ولا جت كده؟
اهدى شويه يا حجاج، اخوك بيحبك. ده كان الاتفاق، هو قال لي ان انت زي ما هتدخل زي ما هتخرج بالظبط. ده كان عربون التعارف والتعاون. افتخر يا حجاج، افتخر باخوك. اخوك سلطان بقى شريك. انت هتشتغل في المخدرات؟ شغلانتي ابويا واخويا. طب والتوبه اللي احنا عايزينها؟ اللي انت عايزها. انا مش عايز اتوب، انا خلاص حبيت الشغلانه. اخرتها وحشه. انت اللي بتقول كده؟ ما انا كنت بعيد ولا اعرف عنها حاجه. كنت موظف بستنى من الخميس للخميس عشان انزل اقعد على القهوه مع اصحابي. كانت اكبر حاجه بتخوفني لما عماد يلعبني بريال مدريد في البلاي ستيشن، عشان ما حدش بيقدر يوقف امبابي. فظيع امبابي بصراحه. مره واحده لقيت نفسي في عالم تاني، عالم انت اللي دخلته لي يا حجاج. مظبوط. بس ما تاخذنيش يعني، العالم حلو والمعلم سلطان حاليا ما فيش زيه في السوق. مظبوط. فوق لنفسك يا سلطان. انت عايز ايه؟ عايزني افضل سلطان اللي مستنيك تيجي تجيب له حقه؟ بيشتغلوك يا هبل. انت غيران. انا غيران؟ يالا انت ابن امبارح. الراجل ده بيشتغلك وهيحلبك لحد ما ياخد اللي هو عايزه وهيرميك. هو مش عايز يشتغل معانا اصلا. مش عايز اشتغل معاك انت يا حجاج، علشان انت غبي، انما سلطان ذكي. انت شايف دماغه كبيره قد ايه؟ المخ اللي جوه لازم يبقى مخ كبير. لو حطينا مخ قد مخك جوه هيلق يا حبيبي. مخ كبير هو اللي بيفكر وهو اللي بيصنع. هو الموضوع. اشتغل معانا يا حجاج هنطلع لك حسنتك. حسنتي؟ انت عارف المشكله فين؟ كنت جنب على السرير. لا، انا عملت بوصيه ابوه بجد ونشفتك. مبروك يا سلطان. مبروك على ايه؟ حجاج على الاسفلت. يعني احنا دلوقتي في عصر جديد، عصر الحريه، عصر التجاره الحره. كفارة يا حجاج، بس عملتها ازاي؟ انا دخلت بس عشان اعرفكم حاجه واحده يا معلمه، ان انا اعرف اخرج. ولما تكون حته الحشيش متصنعه والنسبه اللي فيها ما بتطلعش في التحليل، يبقى احنا بقينا في دنيا تانية خالص. شغالين في الشمال بس واخدين الحلو منه بس. انت عايز ايه؟ عايز اشتغل معاك يا عفاف. معلش بقى، اصل انا مش عايزاك انت، عايزاه هو.